يلا بينا نعمل مع بعض احلى شوربة جمبري وجمبري بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بصي بقى الجمال، بصي لون الشوربة، بصي كده البخار، بجد شوية شوربة فاخر من الاخر يا عم بخ. عندي كيلو من الجمبري غسلاه كويس جدا وشايلة كده الحبل الرملي من الظهر. جبت بقى حلة على النار، حطيت حلة كده على النار. نزلت فيها بشوية من الزيت، وهنا ممكن ان انا استبدل الزيت بشوية من الزبدة او قطعة من الزبدة. فانا هنا عندي زيت، نزلت بزيت، وبعد كده عندي بصلاية وسط بشروها. اول ما البصلة تدبل كده معايا نزلت باربع فصوص من الثوم مقطعاهم حتت صغيرة او دقيهم في الهون عادي. هبتدي بقى ان انا اقلبها لحد ما ريحة الثوم تطلع كده معايا وياخد لون بسيط كده ذهبي. وبعد كده عندي قرن فلفل سبايسي مقطعه برضو حتت صغيره نزلت بيه، هديله تقلبتين. وعندي حزمتين من الكرفس القمر ده. طبعا احنا عارفين اساس الجمبري سبيت السمك الكرفس. قلبت الكرفس كويس جدا مع التومه مع البصله مع الفلفل لحد ما الكرفس يدبل معايا. وعندي الجمبري بتاعي طبعا اللي انا غسلاه ومصفياه كويس ومنضفاه، نزلت بيه كده بالشكل ده. هبتدي ان انا اقلبه واديله تشويحه مع الخضار بتاعي، البصل الثوم الكرفس. بصي بقى الجمبري، عشان تعرفي ان الجمبري بتاعك حلو ولا لا، بمجرد ما تيجي كده عليه النار او مجرد ما يجي عليه البخار بيتغير لونه، بياخد اللون الاورنج ده. هبتدي ان انا احط بهاراتي واحلى بهارات لشوربة الجمبري: كزبرة ناعمة، كمون، بابريكا، ملح. كزبرة، كمون، بابريكا، ملح. هبتدي بقى ان انا اقلب كل المكونات مع البهارات دي بالشكل ده. وهبتدي ان انا اديها ميه سخنه كده، هغطي الجمبري بس كده بميه سخنه وهغطيه واسيبه يغلي براحته. وعايزه اقولك الجمبري مش بنسيبه يستوى لان هو مش بياخد سوا، يعني بسيبه كده 10 دقايق على النار وبطفي عليه. بصي بقى لون الشوربه وجمالها تبارك الله، ريحتها في منتهى الروعه. لايك بقى وشير وسبسكرايب لسمر ابو العين.